بينية حلوة لهجر، والتسديدة تعلن عن هدف، لكن نشوف الهجراويين تباطؤوا ينتظروا قرار الحكم، لكن بالفعل ما فيها أي شيء، وبالتالي هي هدف صريح لصالح الشباب عن طريق سعيد الدوسري. يا سلام على التمريرة، حلوة جدا. شوف خلاص تباطأ فيها ولعبها بشكل سهل حقيقة في مرمى وليد عبد الله. برافو يا خميس، ومن زاوية صعبة. إذا هجر يعادل النتيجة عن طريق محمد الخميس. والله ما عليه منك، قلنا له انتهت خطورتها، لكن كان له رأي ثاني وسدد في المرمى الشبابي، وتقد تعادل هجر مع الشباب بهدف لكل منهما. الملك الخيبري عرضية امام المرمى، تمر خطرة جدا ودربك امام المرمى، والهدف بهذا الهدف. شوف إعادة، كرة عرضية تمر بالراس امام المرمى وبالعارضة مرة اخرى، وتدخل من الشمراني ليوقع بقدمه الهدف رقم 100، والهدف الثاني لصالح الفريق الشبابي. سلامات لناصر، تعلق في الشبك ولكن لا بأس، فهذا هو الهدف الرقم 100. كرة لعبت بالراس، إذا الشباب يتقدم بهدفين ويسجل هدفه السابع لصالحه شخصيا. معدل الجمهور لكل مباراة 4005. كرة ليتارا، إعادة بشكل حلو، والمهارة حلوة جدا. يا سلام، عالم كرة القدم المهارة حاضرة هنا، وحاضرة أيضا من أحمد عطيف ليتقدم الشباب ب3 أهداف مقابل هدف. قبل قليل كنا نتحدث عن ثقة المدرب الشبابي في أن الفريق سيصل بشكل جيد إلى النتيجة المطلوبة، وبالفعل يا ترى قدم عمل جيد في الدقائق. عرضية حلوة امام المرمى، يا سلام، هدفه الرابع في لقاء اليوم. حلوة التقدم، الشمراني لعبها بالراس بشكل حلو، وفهد حمد تابعها ليسجل الهدف الرابع للشباب. ما شاء الله تبارك الله، تكوين جسماني حلو عند فهد. إذا ما سجل هذه الكرة، يا سلام على الهدوء. إذا الشمراني شباب وللاعبيهم. هدوء، وبالتالي حلوة جدا. الخيبري يفكر، يا سلام، جول. 6 ثقيلة شوية، 6 أهداف انهار الهجراويون في الشوط الثاني. حلوة جدا من الخيبري، قوية. العارضة صدت، ولكن الخيبري سجل هدفا سادسا. عبد الملك الخيبري